من حلاوته بنتي جابت لي صحابها كل يوم، والله العظيم جابت 5 من صحابها علشان ياكلوا الكوكس بتاعي. بصوا كوكس النهارده معمول برعاية بنته الصغيرة، كل يوم تزن عليا وتقول يا ماما اعملي لي كوكس ضروري ضروري بالشوكولاتة وكوكس بالفانيليا يا ماما. بصراحة يا بنات عملت بس من كوبايتين دقيق وبيضة واحدة 40 قطعة كوكيز، والله العظيم أطعم من المحلات وأوفر بكتير. هينفع للتقديم، هينفع لللانش بوكس، هينفع للأطفال. حاجات كده يا بنات طعمه خطير جدا 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 يا بنات. بصوا زي ما دخل الفرن طلع من الفرن بالظبط، ولا فرش مني ولا شقق مني. والله بجد تحفة يا بنات جدا جدا جدا. اعملي بقى لايكات كتير واكسبلور كتير عشان ندخل بسرعة بسرعة كده على الطريقة عشان اوريكم الكوكيز بتاعنا الجميل. بصوا الفيديو بيتكلم عن نفسه. طعم ولون وشكل، حاجة كده هتعمليها في العيد، هتعملي اللانش بوكس، هتعملي للأطفال كل فترة. كوبايتين دي بس يعملوا لك 40 قطعة هيهيصوا لك البيت. بصوا تاني يوم انا اديت بنتي في اللانش بوكس كمية خدتها والله العظيم. تاني يوم بتقول لي يا ماما معايا 5 صحابي قدام باب الشقة عايزين ياكلوا الكوكيز اللي انت عملتيه. قلت لهم ماشي خلصوه هعمل لكم تاني. صراحة بجد يا بنات طلع معايا تحفة جدا جدا جدا، طعمه خرافة فوق الخيال. بس اهم حاجة تتابع الفيديو للاخر عشان اقول لك في كام تريكايه كده في الفيديو وانت بتعمليه، وكمان طريقه التسويه بتاعته عشان مش يطلعوا ولا طري خالص. بصوا هما كانوا تحسوا ان هما واقفين اصلا مستنيين، يعني انا كنت دلوقتي. بصوا جميل جميل جميل، والبنات عجبهم جدا 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 والله العظيم. وكانوا واقفين بصوا كان كلهم مش عارفه اصور يا جماعه سيبوني اصور بس. طب اصور بس الطبق ده خلص في ليله بجد والله العظيم. لتاني يوم كان بيفطروا بالسبعات ما شاء الله ربنا يخليهم يا رب. تعالوا بقى عشان ندخل على الطريقه. بس اهم حاجه اللايكات الكتير والاكسبلور الكتير بقى يا بنات. مواصفاته يعني بصوا المكونات بتاعته سهله جدا جدا وموجوده في كل البيت والله العظيم، يعني مش هياخد منك اي حاجه. وهتعملي كل يومين 3 او كل اسبوع اعمليه مره للولاد، يعني مش مكلف ولا حاجه. هنا معايا نص المج دوت اللي هو 200 جرام، ده نص المج يا بنات يعتبر 100 جرام سكر مطحون. تمام. اي مج عندك مش شرط ال 200 جرام، اي مج اي كوبايه هتعايري بيها خدي نص الكوبايه او نص المج اللي هتعايري بيه السمنه وتعايري بيه الدقيق خدي بيه السكر. هنعمل نص المج ده سكر مطحون، اهم حاجه السكر مطحون علشان يدوب منك بسرعه. السمنه بقى يا بنات هنعمل زبده سمنه اللي تحبيه. انا كان عندي يعني زبده بطعم هو يعتبر سمنه بطعم الزبده، مش عارفه هي كان مكتوب عليها كده تقريبا بطعم الزبده النيوزيلندي مش فاكره، مع اني بحب سمنه جنه بس يلا. هنا هناخد مج الا ربع، مج الا ربع يا بنات، يعني الربع ده يعتبر قد عقلة الصبع، يعني يعتبر مج الا ربع من السمنه. كل المكونات ديت وهنقعد نقلب فيها لحد ما ندوبها بالمضرب العادي، ولا هنستخدم كهرباء ولا حاجه، مش هتاخد مجهود لان السكر بتاعنا مطحون. تمام. هضرب بس السمنه يا بنات وادوبها جامد 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 زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. تمام. اهم حاجه وصلت لحد هنا لايكات كتير واكسبلور، وما كنتش مشتركه في القناه انزلي ونوريني وانا بصوا انا بحب كومنتاتكم الجميله والله. كمان ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا بيضه واحده بس هنزلها بحالها بكام يعني. بصي هتقولي يا ام اياد ما ينفعش نستغنى عن البيضه، اقول لكم لا، اهم حاجه البيضه دي يا بنات. وكمان نقطتين فانيليا لو عندك، او كيس فانيليا من اللي هو البودر العادي. طبعا انا بنتي على فكره انا حاجبه الصوت، هي واقفه معايا وبتعمل معايا لان هي اللي طالباه. وانا يعني دايما معوداهم ان انا كل اسبوع بعمل اي حاجه حلوه، على يعني كل واحد يطلب حاجه حلوه معينه اعملها له، وكل واحد يطلب نوع طبخه معينه واعملها له، نقسم على بعضنا كده يعني في الاسبوع. فطبعا هي بقالها كام يوم يعني تزن عليا اعمل لها كوكيز وهي اللي بتقلب اهو عشان تشوفوني بتساعدني. بصوا هو كان فيديو سلس وجميل جدا اللي احنا كنا بنعمل مع بعض. كان نفسي اسيب لكم الصوت بتاعها، كانت شغاله كده زي والله العظيم عماله تشرح لكم وتقول لكم، بس هسيب لكم كده مقطع صغير كده. هنا بقى نفس المج اللي عايرنا بيه السمنه والسكر هنعاير بيه الدقيق. هناخد كوبايتين مجين من دول يا بنات دقيق، مجين دقيق. تمام. هناخد بقى معلقه ممسوحه من الكيك شيف او البيكنج باودر. انا طبعا بقالي فتره جامده ما بشتغلش في البيكنج باودر لان البيكنج باودر يعتبر ما عادش صلاحيته زي الاول. فبس بشتغل في الكيك شيف بيدي نتيجه معايا جامده جدا 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 يا بنات. تعالوا بقى شوفوا المقطع ده ونكمل مع بعض. حطينا كوبايتين دقيق بس. الوصفة دي يا جماعة والله لا تعجبكم جدا. بعدين هنحط كيك شيف. مش هاتي يا رنا معلقه غير دي. انا مفتوح. ماشي هاتي معلقه وانا بشيل.
بعدين بقى هنحط معلقة كيك شيف، نحط معلقة كيك شيف بس مش تخلوها كبيرة اوي، نحطه مثلا نص يبقى مفتوح. هنا بقى نص كوباية ملح، نص بتاعة ملح، نص معلقة ملح، هندوبها، هنقلبها جدا جدا عشان تبقى معانا الوصفة حلوة. بعد طبعا يا بنات ما حطينا معلقه ممسوحه من الكيك شيف، وهنحط كمان ذره ملح صغيره كده. طبعا انتوا شفتوا المقطع اللي فات حاجات معاكم، سبت لكم حته صغيره كده من الشيف رؤى حبيبه قلبي الصغيره طبعا الدلوعه. وهنقعد بقى نمزج. شوفي حتى خدت حته والا مصممه توريها لكم في الكاميرا، انا سايباها طبعا تعجن معايا لان هي الموضوع يعني فاهمه، هي مستنياه من الالف للياء، يعني بتقول يا ماما هتعلمه معاكي وانا مستنيه النتيجه. تمام. طبعا يا بنات الشوكولاته شيبس ديت، شوكولاته شيبس ديت انا شارياها ربع كيلو تقريبا، ربع كيلو كان ربع كيلو تقريبا كان ب60 جنيه مش فاكره. هاخد نص الكميه وهاخدها في العجينه كده يا بنات. طبعا احنا مش هنعجن عشان كل ما نعجن اكتر العجينه ما فيهاش سوائل، فمش ينفع نعجن كتير. بص احنا بنلم العجينه بس، انا هلم العجينه معاكم بس. لميتها بعد ما حطيت شوكولاته شيبس وذره الملح والمعلقه اللي هي بتاعه الايه الكيك شيف. هقسم العجينه يا بنات، هنلمها وهقسمها على نصين. هاخد النص ده احط عليه معلقه دقيق ومعلقه كاكاو خام. تمام. وهمسك المكونات برضو زي ما قلت لكم احنا مش هنعجن، انا بلمها بس، بلم اللون بتاعها اللي هو لون الكاكاو الخام. صراحه طلعت معايا باللون اللي انتوا شايفينه التحفه ده. تمام. تمام. هنركنها على جنب وهاخد النص التاني، نص الكميه الباقيه اللي هي الفانيليا زي ما بنقول او البيضه، هنحط عليها معلقتين دقيق. بس تعالوا ما اقول لكم هنا حته يعني ايه، صراحه هي المفروض المقادير سليمه وتمام، بس ممكن يرجع الموضوع الى الدقيق، لان العجينه هنا البيضه حسيت ان هي ناشفه وبتشقق مني. جيت اجربها كده لقيت فيها تشقيقه بسيطه، فزودتها يا بنات معلقه سمنه صغيره. فاهمين؟ معلقه سمنه. لما زودت معلقه السمنه لقيتها لمت معايا خالص وايه وما شققتش. تمام. انا كنت بختبرها هنا. ليه بقى يا بنات؟ ده يرجع المكونات تمام وكل حاجه، بس يرجع للموضوع ان الموضوع الدقيق. فهي انت لو العجينه وانت بتلمها معاكي وبتختبريها لقيتها بتشقق، احنا مش عايزين الكوكيز بتاعنا يشقق، حطي معلقه سمنه حاجه بسيطه، فاهمين؟ معلقه صغيره يعني، لمي بيها بس العجينه. طبعا العجينه بتاعتنا ما فيهاش اي سوائل خالص خالص يا بنات. تمام. انا جبت الصاج بتاعي. تمام. وهنمسكها كده يا بنات، هنكورها. طبعا لو عندك ميزان صغير وعايزه كل الحجم بتاعك يطلع واحد، تمام. مش ما عندكيش ميزان، انت بتعملي بميزان ايدك. فانا هكورها هنا. سبحان الله سبحان الله، اللي معموله بالكاكاو طلعت 20 واحده، والبيضه طلعت 20 واحده، والله العظيم يا بنات بدون ميزان بايديا بس. وطلعت واحده نصها شوكليت ونصها اللي هي بالشوكولاته اللي هي بالكاكاو، ونصها بيضه. سبحان الله. يعني كل حاجه طلعت بالميزان بالظبط. طلعوا 41، هو المفروض 40 قطعه بس طلعت واحده، واخده حته من هنا على حته من هنا، وعملت بيها واحده حتى تشوفوها في الصاج. طبعا انت هتكوريها وهتنزليها في الشوكليت شيبس، بس مش هنفردها يا بنات، ما تفردهاش. انت هتديها بس فرده بسيطه كده وانت بتحطيها على الشوكليت شيبس. احنا مش عايزين، لان هي لسه هتفرد حاجه بسيطه في الفرن، حاجه بسيطه. لو فرشت منك بقى طبعا عيب سمنه، عيب حاجات تانية صراحه. زي ما دخلت زي ما طلعت. وهقول لكم على تركايه حلوه قوي جدا هتطلع لك طبعا الكوكيز بتاعك الجميله. دخلت زي ما طلعت، يعني ممكن تطلع سنه بسيطه كده، ما تتوسعش منك وما تكبرش في الحجم يعني. طبعا هنا انا خلصت الكميه كلها اللي بالشوكولاته اللي بالكاكاو. طلعت حوالي 20 واحده. وهنا ابتديت في الابيض اللي هو الفانيليا، طلع برده معايا 20 واحده. زي ما قلت لكم يا بنات ما تفردوهاش، انت بس بتديها تقطع على الشوكولات بتاعك. انا بوريكم كذا واحده كده زي ما انا بعملها كده، اوعي تفرديها خالص، لان هي زي ما قلت لكم هي هتكبر سنه صغيره. تمام. زي ما انا شايفين كده. الشوكولات شيبس ده يا بنات بتجيبوه من عند الحلواني، بتاع الحاجات اللي هي المعجنات والحاجات دي. زي ما قلت لكم طلعت 20 واحده بيضه و20 واحده شوكولاته، وواحده بس مختلطه بين الاثنين يبقى 41. تمام. اعتبروا 40 يا بنات. هنا انا مشغله الفرن على درجه حراره 180 درجه. تمام. هندخل بس احنا يا بنات انا في الوقت دوت ما كنتش مشغله الفرن. اللي هنعمله في حركه جميله جدا هنعملها، ان احنا هندخل الصاج بتاعنا الفريزر. هدخله الفريزر لمده زي ما تقول كده ربع ساعه او تلت ساعه يا بنات. طبعا لو هتعرفي تدخلي التلاجة، وكنت عامله صينيه اصغر من كده دخلي التلاجة نص ساعه، في الفريزر ربع ساعه يا بنات. من الفريزر على طول بتدخليه فين؟
الفرن بتاعك على درجه حراره 180، درجه حراره 180، وبتدخليه في الرف الوسطاني. تمام. لو انت عايزاه طري بياخد ربع ساعه معاكي في السويه، في السوا. لو انت عايزاه بيقرمش وحلو سيبيه تلت ساعه. طبعا انا صراحه خيرت الولاد، قلت لهم عايزينه، قال يا ماما احنا صراحه احنا عايزينه الطعمين. قلت خلاص انا هخليه تلت ساعه. بجد والله العظيم يا بنات طعمه ملوش حل، وخاصه كمان لما قعد لتاني يوم. كان فاضل شويه، هم خلصوا عليه اول ليله، وتاني يوم فضل شويه. بنتي راحت جابت لي اصحابها من مدرسه مترصصين كده قدام الباب والله، وقالت لي يا ماما صحابي عايزين كوكوز، وخاصه اللي هو بالكاكاو. عجبهم جدا جدا يا ماما. قلت لها مش شايفين طبعا الكوكيز قدامكم، مش بصوا هو بيتكلم عن نفسه، ما فرش خالص، زي ما دخلته زي ما طلعته. والتركايه في انك تدخلي، انا دخلت الصاج بحاله كده لان هو عرضه زي عرض الفريزر عندي. فانا دخلته الفريزر بحاله بماله زي ما هو كده. طلعته من الفريزر على طول على الفرن. كده انت بتعملي صدمه للكوكيز بتاعتك، ما بتفرش معاكي خالص. وطالع يا بنات ما شاء الله مش مشقق خالص مني، وطعمه جميل يا بنات، بيخرج كده خرش. وبصوا كان بيفري مني كده، بصوا تحفه تحفه، وماسك نفسه ولا تشققات ولا اي حاجه خالص. بجد يا بنات والله العظيم طلع تحفه، بس تمشي على نفس المكونات ونفس الحركات اللي انا بقولك عليها. كوبايتين دقيق وبيضه واحده هتطلعي 41 قطعه او 40 قطعه، زي ما انتوا شايفين الطعم والمنظر واللون. احنا صراحه انا ولادي ما كانوش بصوا الايدين كانوا كلهم بيسحبوا فيه. ودي كانت طريقتنا للكوكيز يا بنات، جربوها هتعجبكم ان شاء الله، واستنوني في فيديو جديد المره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.